السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة هدى سويت. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. قبل ما نعمل اي حاجة كده انزلي يا حبيبة قلبي صلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي لي لايك عشان انت بتتفرجي وبتنسي تحطي اللايك. اول حاجة كده احنا عندنا النهاردة شغل كتير، ربنا يعيننا ويقوينا يا رب. قدامنا ده الصاج ده 30 في 40، هنعمل منه تورتة 20 في 25. انا كنت مستعجلة وكان ورايا شغل كتير، فعشان كده عملت التورته في الصاج. التورته دي اللي هي الاصغر صينيه مستطيله، مقاسها 20 في 25. عملناها في الصاج 30 في 40. عملت بالدقيق العادي 4 بيضات، 3 كوبايات دقيق، كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، معلقتين كبار محسن جل، واضربيهم في العجان لحد ما يديكي قوام زي قوام كريم شانتيه كده. ما تنسيش تحطي البيكنج باودر، معلقه ونص صغيره بيكنج باودر، والفانيليا وثلاث معالق خل. وبعد كده حطيناهم في الصاج. قسمنا حطينا نص الاسبونج ابيض، وبعد كده حطينا معلقتين كاكاو على بقيه الاسبونج، وحطيناه في الصاج ميزته ان هو ما بياخدش وقت خالص في الفرن، يعني بياخد له حوالي مثلا 10 دقايق 12 دقيقه. ده ميزه الصاج، يعني لما تكوني مستعجله ومطلوب منك تورته مستعجله اعملي في الصاج ومشي حالك. زي ما انتم شايفين كده عملنا في الصاج، وقطعت الاسبونج بتاعي على المقاس اللي انا عايزاه، اللي هو 20 في 25. ده مقاس الصينيه الوسط المستطيله. هنا انا هحس ان هي ايه، هصغر كده جزء عشان خاطر اعرف اجلس التورته بتاعتي. وبظبط المنشار على رقم 8، وبقطع برضو الاسبونج بتاعي هيديني نفس بالظبط الثلاث طبقات اللي بيطلعوا في الصينيه. التورته دي بتاخد لها حوالي كوبايه الا ربع كريمه، او كوبايه عشان خاطر الصيف، يعني في الصيف تاخد لها كوبايه. الصينيه الصغيره اللي هي اصغر صينيه مستطيله، لو عايزه تعمليها بالدقيق الاسبونج بتحط لها 350 جرام دقيق اسبونج، واربع بيضات، وتلت كوبايه ميه. ده المقدار اللي بتاخده زي المقدار اللي بتاخده الصينيه اللي هي مقاس 22 المدوره. حطينا هنا طبقه، وادي تاني طبقه، وتالت طبقة هحطها بقى من الأجزاء اللي أنا قطعتها من الطول بتاع الصاج. ودلوقتي هنشوف، ما خدتش وقت خالص. هي كده كانت أكبر من يعني أكبر من مقاس 8، فأنا هقص شوية منها دلوقتي، وهكمل الجزء اللي في النص ده. يعني أنا هحس إنها هنا عالية شوية عشان أكمل الجزء اللي في النص. هبتدي أقطع بقى وأحط الاسبونج عادي خالص. الكريمة طبعا بتداري كل ده، ما حطيناش فتافيت ولا حاجه، حطينا الاسبونج اللي احنا قطعناه. ما خدتش وقت حتى في التسويه، زي ما اقولك ان ميزه الصاج ان ما بياخدش وقت خالص في الفرن. هنبتدي بقى نجلس التورته بتاعتنا. طبعا انتي بتقولي هتسالي تقولي انا بسقي ليه، مش متعوده تسقي. يعني بقى لما بحس ان الاسبونج بتاعي ناشف سنه او محتاج يتسقي بتسقي، لكن لو طري انا ما بسقيهوش. مش شرط خالص ان انتي تسقي الاسبونج بتاعك. هنجلس بقى التورته بتاعتنا. حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الوقفة، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. الدعاء 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 عليكم بالدعاء، يعني طول ما انتوا قاعدين يا حبايب قلبي ادعوا. ادعوا بكل اللي نفسكم فيه يا رب، ربنا يحقق لكم كل اللي نفسكم فيه. طول ما انتوا قاعدين بتلبوا وبتدعوا. ايام مفترجة يا رب كده علينا وعليكم يا رب، وربنا كده يا رب يرزقكم الحج ان شاء الله. ان شاء الله السنة الجاية كلنا ان شاء الله كده نبقى على جبل عرفات يا رب. ربنا يكتبها لنا ويكتبها لكم يا رب، ويكتبها لكل مشتاق يا رب. اهم حاجه يا حبايب قلبي ادعوا. طول ما انتوا صايمين كده الدعاء، الورد بتاعكم، اقعدوا اقرأوا قرآن وطبعا الاذكار، اوعوا تنسوا الاذكار. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وطبعا الصدقه على قد ما تقدري النهارده تصدقي، حتى لو بحاجه بسيطه. كده خلاص انا خلصت التورته بتاعتي. ببتدي بس اظبطها من فوق بعد ما عملتها بالسكرابر المشرشر من الجوانب. بتدخلي كده من بره لجوه، وبعد كده بتظبط التورته بتاعتك من النص.
بسخن الاسباتولا بتاعتي وامشي على الكريمة، بتقوم تخلص اوام اوام. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين عالية، يعني عشان خاطر ايه هي نفس الصاج زي الصينية، بس طبعا الصينية ما بتقطعيش ولا حاجة، بتظبطي المنشار وتقطعي وتجلسي على طول. بس لو ما عندكيش وقت طبعا الصاج بيسعف معاكي كتير، يعني الصينية بتاخد لها مثلا بتاع ساعة، ساعة الا حاجات بسيطة، انما الصاج بياخد له بالكتير قوي ربع ساعة في الفرن. هنمسح القعدة بتاعتي واحطها في التلاجة شوية، وبعد كده اطلعها اشتغل فيها. هنا طبعا بعد ما حطيتها زي ما قلت لك قبل كده، لو وراك اي حاجة اعمليها، وبعد كده طلعي الشغل بتاعك زيني. طبعا انا كان عندي شغل تاني، انا بجيب لكم يعني التجليس والتزيين مرة واحدة كل الشغل، انما انا بجلس الاول وبعد كده ببتدي ازين، عشان طبعا الفتافيت اللي تبقى في الكيك اخلص منها مرحلة مرحلة واخلي التزيين كله مع بعض. انا طبعا كنت محتارة مش عارفة ازينها ازاي، يا صاحبتي قالت لي اعملي على ذوقك، فانا بقعد افكر لازم اعمل تغيير ولو بسيط حتى عشان خاطر يبقى في تغيير في الشغل بتاعي. فعملت هنا زي ما انتوا شايفين، عملت نصها كده بالطول جناش شوكولاتة، والنص التاني قسمته. دلوقتي هنشوف هحط فيه جيلو فراولة وجيلو مانجا وتقريبا كندر. هنشوف دلوقتي. عملت الروزيتات بتاعتي من فوق، حوضت التورته من فوق، وهنا هحزمها من تحت. واقسم كده الحته اللي انا هحط فيها الصوصات اللي فوق دي. شكلها بسم الله ما شاء الله شكلها حلو قوي. قولوا لي يا حبايب قلبي رايكم في الكومنتات. هو شكل جديد، هو مش جديد قوي بس يعني مختلف شويه عن اللي احنا بنعمله. زي ما قلت لكم ان لما حد بيطلب مني ان انا اعمل التورته على ذوقي، يعني بحاول ان انا ايه اعمل شكل جديد. هنا بعد ما كتبت اللي هي طلبته مني ان انا اكتبه على التورته، بس مش عارفه التليفون ما كانش بيصور. الف مبروك على النجاح. وحطيت هنا على صوص الكندر حطيت جناش شوكولاته، كان شكلها تحفه بسم الله ما شاء الله. ابتدي بقى احط الشوكولاتات اللي انت عايزاها حطيها. ده الاوريو. التورته دي بتفكرني بالتورت اللي كنت بعملها في الاول خالص اول ما بدات الشغل، كنت بعمل تورت كتير بالشكل ده. اللي انت عايزاه بقى حطيه، التزيين اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. كده خلاص يعتبر خلصت. مش عارفه انا حطيت واحده شوكولاته كده. كده خلصت التورته بتاعتنا دي، كانت اول تورته معانا. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ قولوا رايكم في الكومنتات. خلاص كفايه كده. لما بعمل شغل ببقى فرحانه بيه قوي وبقعد اتفرج عليه، انما لما بيكون شغلي مش عاجبني لا بخلص واقوم دلقاه في التلاجة على طول. دي كده كانت تاني تورته معانا مقاس 22. عملناها ب 350 جرام دقيق سبونج واربع بيضات وتلت كوبايه ميه ومعلقه محسن جل صغيره، وضربناهم في العجان. وزي ما احنا شايفين ومتعودين كده بنقسم السبونج على جزئين، جزء بنحطه في الصينيه ابيض زي ما هو، والتاني بنحط عليه معلقه كاكاو، بس لازم تنخلي الكاكاو بتاعك عشان بيكتل. هبتدي هنا اجلس التورته بتاعتي. التورته دي بتاخد لها كوبايه الا ربع كريمه. انا كنت ضاربه الكريمه كلها، كنت ضاربه حوالي 3 كوبايات كريمه، وبحطها في التلاجة واطلع منها كده اشتغل واقوم حطها في التلاجة تاني عشان الجو حر. انا بحط زي ما قلت لكم قبل كده كتير، بحط الكاكاو في الاسبونج بس، وبعد كده الكريمه بشتغل بيها بيضه عادي مفيش اي مشكله.
بعلم بس على البوردة بتاعتي، على القاعدة بتاعتي بعلم كده مكان الشوكولاتة، عشان لما اجي ازين التورتة من فوق اعرف فين مكان الشوكولاتة وفين مكان الكريمة. فبعلم كده بالقلم مكان الشوكولاتة، وبعد كده بشتغل. اخر طبقة معانا اللي احنا حطيناها. تحس ان الاجواء كلها بتفكرني برمضان، يعني الحمد لله الناس كلها صايمة، بسم الله ما شاء الله، اجواء رمضان خالص. يعني بصراحة اجواء حلوة. والدعاء طول ما انت قاعدة كده ادعي ربنا يتقبل منا يا رب، وربنا يبلغنا رمضان تاني. كلنا بنحب رمضان، ربنا يبلغنا رمضان اعواما عديدة يا رب، ويبارك لكم في اولادكم وفي صحتكم وفي عمركم. ادعوا لي كده دعوة حلوة من قلوبكم، ربنا يخليكم ليا ولا يحرمنيش منكم ابدا يا رب. كده خلاص خلصنا التورته بتاعتنا من فوق كده، بس بتاخدي من بره لجوه باي اداه بقى تحبي تشتغلي بيها. انا بحب اشتغل بالسباتولا الصغيره دي، وبجيب الكبيره برضو اعمل بيها، بس انا بحس ان يعني الصغيره دي خفيفه على ايدي وسهله كده. لو حسيت ان الكريمه مغلباكي تمشيها بس على البوتاجاز، وتمشيها على الكريمه بتاعتك هتلاقيها زي الفل، مفيش اي حاجه. عدي عليها مره واتنين وتلاته لحد ما تحسي ان التورته اتظبطت قدامك. هعيد برضو هنا على الجوانب التورته تاني. اشيل بقى الزيادات اللي فوق كده بالراحه، وارجع اظبط التورته بتاعتي. كده خلاص انا خلصتها. وامسح القاعده بتاعتي واحطها في التلاجة شويه، وبعد كده اطلعها ازينها. طبعا انا بجلس كله واحطه في التلاجة، وبعد كده بطلع ازين. طبعا انا معلمه علامه تحت على القاعده بتاعتي فين مكان الشوكولاته وفين مكان الكريمه، عشان التزيين يطلع مظبوط. الجناش بتاعنا ده بنعمله ازاي؟ 100 جرام شوكولاتة خام، عليها 50 جرام مية، عليها حوالي 3 معالق زيت، وتعمليه على نار هادية على البوتاجاز، وتسيبيه لما يبرد شوية، وبعد كده اشتغلي بيه او حطيه في التلاجة. بس هو لما بتحطيه في التلاجة بيمسك نفسه، بتطلعيه برضه بتفكيه في الميكروويف، يعني حوالي مثلا 10 ثواني 20 ثانية، وبعد كده بتشتغلي بيه. ما تخلوش يسخن قوي، عشان لما بيسخن قوي بيخلي التورته بتاعتك تشف يعني، وما تعرفيش تشتغلي بيه. عملنا النص التاني بالصوص الكراميل، وعملنا الروزيتات اللي هي في النص دي شكلها حلو قوي. وحزمنا التورته بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، وهنحط بقى صوص الكراميل، وحطي بقى الشوكولاتات اللي انت عايزاها حطيها، اي تزيين تحبي تزيني بيه زيني بيه. انا كنت عملت الشكل ده على الجروب ونزلته، وصاحبة الاوردر هي اللي طلبته مني. هبتدي بقى هنا اجيب كريسبي كده واحطه على الروزيتات اللي احنا عاملينها في النص دي. وعملت كده بالجناش خطوط كده على الكراميل، شكلها حلو قوي قوي، شكلها تحفة. شكل كده التورت اللي بتجيبيها من المحلات الشيك يعني. والمولد السيليكون ده انا كنت عاملة فيه شوكولاتة بيضة. اي حاجة بقى انت عايزة تحطيها حطيها، ممكن تحطي اوريو، تحطي اللي هو الشوكة والمعلقة، اي حاجة تحطيها. هنمشي بقى كده بجناش الشوكولاتة على اللي هي الشوكولاتة الصوابع دي. وكده خلاص تبقى خلصت تاني تورته معانا، شكلها حلو. اخر حاجة معانا، اخر اوردر معانا،
التورته دي عملتها اللي هو الفور سيزون، يعني قسمتها على 4 تربع كده. التورته دي اول ما بنزلها على الجروب زي ما كل الناس بتفتكر بتطلب كتير جدا، لان هي شكلها حلو، والناس بتحب الحاجات اللي عليها كذا كذا صوص، يعني بيبقى فيها اطعم كتير. عملت كده الجناش الشوكولاته زي ما انتوا شايفين، والناحيه التانية احط نوتيلا بيضه، ومش عارفه الرابع احط يا نوتيلا بني يا نوتيلا بيضه، انا مش فاكره. وبعد كده احط فوق بقى يعني اي شوكولاتات عندك حطيها. حطيت هنا ادي النوتيلا البني، يعني ظريفه ولذيذه. التورته دي كانت مقاس 18. التورته دي بطلعها ب200 جنيه، انا نسيت اقول على الاسعار عشان خاطر الناس اللي بتسأل على الاسعار. التورته دي بطلعها ب200، واللي هي مقاس 22 ب250. واول تورته خالص اللي هي في اصغر صينيه مستطيله دي بطلعها ب250، عشان هي تقريبا بتاخد نفس المقادير بتاعه التورته مقاس 22. يبقى اصغر صينيه مستطيله بطلعها برضه ب250، عشان هي بتاخد نفس المقدار اللي بتاخده الصينيه مقاس 22. جبت بقى الشوكولاته الرولانا دي، حطيت واحده في النص، واوزع بقى بعد كده الشوكولاتات اللي انا عايزاها. حطيت اوريو، اي حاجه انت عايزه تحطيها حطيها. الناس بتحب الشوكولاتات على قد ما تقدري تحطي. الكاندي توت بينطق كده التورته، يعني انا بحبه اكتر من الكريز بصراحه، بحب استعمله. كده خلاص التورته بتاعتنا خلصت، والفيديو بتاعنا خلص. مع الف سلامه حبايب قلبي.